طبعا انت بعد ما سمعت قرار انك لازم تمتحن على البي سي او اللابتوب، طبعا اكيد اتوترت وقلقت. متعرفش ان في ميزة مهمة في جوجل كروم بتحل محل اللابتوب او البي سي. يلا بينا يا نينجا، تعال اوريك ازاي تفعل الميزة دي. هدخل انا على المذكرة لاني ناسخ رابط موقع الامتحان عليها، هاخده نسخ دلوقتي. انت بقى هتلاقي الرابط بتاع موقع الامتحان اصلا هتلاقيه في الديسكريبشن تحت، هتاخده من الوصف. هدخل على كلمة البحث، الرابط الذي نسخته هروح دايس عليها اهو، ده موقع الامتحان فتح معايا عادي. هروح دايس على التلات نقط او السهم الفوق دوت، على حسب انت بقى محدث جوجل كروم او لا. هتلاقي كلمة العرض باصدار سطح المكتب، دوست انا عليها وتأكد انك فعلتها. النت عندي فاصل، لحظة واحدة اشغل واي فاي. ادي بعد ما شغلت الواي فاي هنعمل ريفرش دلوقتي اهو يا معلم. فتحت معاك نينجا الموقع نفسه، وكده معروض بعرض اصدار سطح المكتب. يعني ايه عرض اصدار سطح المكتب؟ يعني اللي جاي على الكمبيوتر او اللي انت شايفه على الكمبيوتر هو اللي ظاهر لك على الاندرويد، هو بالظبط. واطمن لان النسخة المعروضة على الكمبيوتر هي اللي هتتعرض لك على عرض اصدار سطح المكتب. والموقع قدامك اهو، عليه جدول سنة أولى وسنة رابعة. وما تنسناش من صالح الدعاء، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.